بودكاست الحقيقة بونسوار. ضيفي لهالحلقة الباحث في الشركة الدولية للمعلومات الأستاذ محمد شمس الدين. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير لإليك وللمشاهدي منصة بالحقيقة. حنبدأ بالانتخابات النيابية ل 2026. اليوم عم ينحكى أنه نحن كل الفئات والمكونات والأحزاب الموجودة حاليا إلى مصلحة اليوم من تأجيل الانتخابات. نحن اليوم رايحين على تأجيل؟ ليك بالعكس، اليوم كل القوى والأحزاب السياسية والطائفية والمكونات عم تعلن أنه بدأ الانتخابات بموعدها، وبالتالي الجو العام خلاف ما تقول انه لا القوى السياسيه بدأ انتخابات. هلا من المبكر الان، نحن بعد عندنا وقت 8 اشهر تقريبا، من المبكر الان انه نحسم ما في انتخابات. بالمبدأ في انتخابات، بس شو بيطلع من هلا ل 8 اشهر من عوامل امنيه وسياسيه وغيرها قد تفرض تأجيل الانتخابات، بيبقى حديث اخر. بس ما فينا نحن من هلا نقول ما في وفي تأجيل. كل طرف بيقول لك أنا إلي مصلحة اليوم بإجراء الانتخابات، وبالتالي ما إلي مصلحة بالتأجيل. بس بتبقى بالنهاية بكل عمل بلبنان انتخابي بتبقى في قطبة مخفية بتبين بآخر الوقت، بتكون هي سبب بتأجيل هاي الانتخابات. هلأ بيقولوا إنه هيدي العهد جديد أصر بالرغم من كل التحديات وعمل عمل انتخابات بلدية واختيارية. طبعا هيديك شيء وهيدي شيء، هيديك ما عندها انعكاسات سياسية، بينما الانتخابات النيابية عندها انعكاسات سياسية كبيرة، خصوصا بتشكيل الحكومة القادمة، بالخيارات المطروحة قدام لبنان أمنيا وسياسيا واقتصاديا. كل هيدي مهام أساسية قدام مجلس النواب. لذلك برأيي هاي الانتخابات مفصلية وأساسية بتاريخ لبنان، وأهم انتخابات يمكن قد تكون شهدها لبنان بعد انتهاء الحرب بالتسعين. طب القانون الانتخابي الحالي هل هو حيكون القانون ولا حيصير في عليه تعديلات، ولا ممكن كمان نروح صوب مش تأجيل انتخابات، تغيير القانون جذري؟ خليني أقول لك، من بداية العام كان كل طرف سياسي أو حزبي عنده اقتراح ومشروع قانون جديد للانتخابات. هذا بده ياخذ لبنان دائرة وحدة عن نسبية، هداك عم يحكي بدوائر فردية، هداك عم يحكي بدوائر 26 دائرة، هداك عم يقول مجلس نواب ومجلس شيوخ. يعني كان في طروحات مختلفة، لكن تقريبا من حوالي شهر ونص شهرين كل القوى السياسية توافقت أنه ما عاد في وقت نغير القانون، وبالتالي بدنا نشتغل على تعديل وتحسين القانون الحالي. فاليوم مثل ما عم تعرفي كل نهار أربعة اللجان الفرعية بمجلس النواب عم تجتمع على هالموضوع هذا وتدرس إذا أبعدنا كل الاقتراحات لاعتماد قانون جديد، وعم ندرس القانون الحالي. القانون الحالي إذا بدك النقاش بيتمحور حول 4 نقاط أساسية. النقطة الأولى هي موضوع اقتراع غير المقيمين. نحن بنعرف القانون كما هو بهاي الدورة بال2026 لازم غير المقيمين، يعني اللبنانيين المقيمين بالخارج، يقترعوا بالخارج ل6 نواب يمثلونهم، لأنه هذا كان بالنص القديم بال2018، تعدل بال22 لمرة واحدة ورجعوا انتخبوا هون. هلأ النص القانوني واضح أنه يقترعوا ل6 نواب بالخارج. هناك قوى سياسية عم تقول لا بدنا نعدلهم ليرجعوا ينتخبوا لل128 بلبنان، وهذا أمر كيف يعني لوين رايح الاتجاه؟ رح لك شغله ما فينا نحسن. بس اليوم في عندك حزب الله ضد اقتراع المقيمين بشكل مطلق، لا ستة برا ولا لل128. بيعتبر انه هو ما عنده تكافؤ فرص مع الاحزاب الاخرى انه يعمل حمله انتخابيه بالخارج، وبالتالي هو لا مع الستة ولا مع 128. هو مع انه اللي بده يجي ينتخب بلبنان. بس باخر انتخابات لما انتخبوا المغتربين عبر السفارات ما تأثر حزب الله. خليني احنا نحكي شوي، رح نحكي. اذا هذا موقف حزب الله. امل والتيار الوطني الحر بيقولوا نحن مع اقتراع الستة. القوات اللبنانية، المستقلين، التغييريين، الكتائب هن مع اقتراع لل128. هلا انا ليش هذا المواقف؟ خلينا نكون واقعيين. يعني اليوم بالسياسة ما في شيء مجاني. اذا بناخذ نتائج 2022 بنشوف انه القوى اللي استفادت من هيدي الارقام بدأ اقتراع غير المقيمين، والقوى اللي ما استفادت ما بدأ. يعني لنحكي شوي بلغة الأرقام، بانتخابات 2022 تسجل الاقتراع بالخارج 225 ألف لبناني، اقترع منهم 141 ألف.
كيف توزعوا هال 141,000؟ قوى التغيير 37,000، المستقلين 11,000، القوات اللبنانية 27,000، حزب الله 11,000، حركة أمل 7,000، والتيار الوطني الحر 9,000. يعني بمعنى أن القوات اللبنانية لوحدها جابت قد التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل. لذلك القوات متمسكة بهالأمر، أمل وحزب الله، حزب الله ما بده، أمل والتيار بدهم للستة. النقاش الحالي عم يتمحور إذن في ظل انقسام سياسي، في قوى ما بدها، قوى بدها. لا بتسأليني رأيي كعدالة، أكيد لازم يقترعوا هون، لأنه نحن مش عم نحكي يعني يمكن بدول أخرى لبنان أهالي البلد اللي بالخارج هن أعداد قليلة، بس نحن اليوم عم نحكي الاغتراب كتير مهم، لأنه نحن اليوم وحق المواطن قال لك إنه مش هن يعني اليوم عدد اللبنانيين اللي بيحملوا الجنسية هن 5,800,000، في 4 مليون هون و1,800,000 برا. من هال1,800,000 في 1,000,000 ناخب، يعني أنت حرام كمان تحرمي 1,000,000 من حقهم. يعني تصوري تقريبا 30% من اللبنانيين هن برا، فبالتالي اقتراع غير المقيمين مسألة أساسية. لكن بالمبدأ أنا عم أقول لك حقهم ولازم ينتخبوا لل128. أيضا دستوريا وقانونا الإنسان يقترع في مكان قيده وليس في مكان سكنه. يعني إذا أنت ساكنة ببيروت وقيدك بالكورة بتروحي بتقترعي بالكورة مش ببيروت، فبالتالي المقيم بالخارج مش لازم يقترع بالخارج، لازم يقترع لل128. بس المسألة أخذت بعد سياسي. يعني لو يعني مثلا لو التيار الوطني الحر هو اللي عنده 27,000 صوت كان هو كان أصر وهوديك رفضوا. بس التيار الوطني الحر وينه اليوم؟ لذلك أنا عم حاول أقول شغلة، إنه موضوع أنا كباحث كمهتم بالشأن الانتخابي أؤكد وأجزم 1,000,000% إنه غير المقيمين لأنه أعدادهم كبيرة ووازنة لازم يقترعوا ويشاركوا بتكوين مجلس النواب، خصوصا إنه هودي اللبنانيين الموجودين برا مش مثل المغربي او التونسي او الجزائري او غيره راح على بعد عندهم ولاء، لا انقطع هون، لا بعده عنده عم يجي صيفيه، بيشتري بيت، بيجي بالمناسبات، وبالتالي هو ويمكن مرتبط. هن اهم ركيزه بالاقتصاد بكل شيء بغض النظر. نحن عم نقول انه هن بعدهم مرتبطين ما اغتربوا، وبالتالي أنا كمهتم بالشأن الانتخابي بقول لك حكما. لكن المسألة منا عدالة أو عدم عدالة، فاتت بالنقاش السياسي. في قوى شافت أنه هي تضررت من انتخابات المغتربين ب22 هي ضد، وفي قوى اليوم القوى اللي بتقدر تأثر بهذا الموضوع أكتر وتمشي باتجاهها أكتر مين؟ طبعا ما القرار بيبقى بإيد رئيس مجلس النواب. لذلك هو وقت كان مصر بال2022 على اقتراع غير المقيمين مشي واقترع. اليوم هو ضد. هلا ممكن ينلغى اقتراع الغير المقيمين. هلا اذا بدنا نخلي النص القانوني مثل ما هو في 6، اذا صار في تحركات يمكن يرجعوا لل128 او يلتغى من اصله، يعني ما ننتخب لا 6 ولا 128 اللي بده يجي يقترع بلبنان. الفكره بدي اقول لك شغله، المشكله بلبنان انه ما في قانون ولا في دستور ولا في شيء. في شيء بنتوافق عليه بيمشي، في شيء ما بنتوافق عليه ما بيمشي. هي القصة يعني. فبالتالي ما فيك تحكي عن معايير أو عن عدالة أو لأعطيكي مثلا، هو ما خصه بس بقلك مثلا بالمادة 65 من الدستور اللبناني الفقرة 5 بتقلك يجتمع مجلس وزراء دوريا في مقر خاص، نقطة، ما بدها نقاش. مش مقر خاص بالقصر الجمهوري ولا مقر خاص بالسراي، في مقر خاص هو لمجلس الوزراء. وقتها أول مرة طبق بال99 بال1999 وكان على المتحف، بعدين اختلف وصار على المجلس الاقتصادي والاجتماعي. فاليوم الحكومة الماضية وهي الحكومة عم تخالف الدستور، نص واضح. طيب بس ما حدا اعترض ولا حدا حكي. أيوة برافو عليكي. فكن احنا بلبنان كل شيء بنتوافق عليه بيكون صح لو هو ضد العدالة والمنطق والدستور، وكل شيء بنختلف عليه ما بيمشي. بيقولوا مخرج دستوري. فاليوم الرئيس بري هو موقفه أساسي. بال2022 كان مصر، اخترعوا عدلوا القانون واخترعوا لل128. هالمرة هو بنفس إصراره مرة الماضية، هالمرة هو مصر انه لا اختراعه. وبالتالي هون شد الحبال السياسي. وطبعا القرار الأساسي بيبقى بإيده. إذا هو ما وافق على جدول الأعمال وحطوا على جدول الأعمال، ما في شيء بيحطوا ولا في شيء بيرغموا، لأنه هذا البلد راكب بهيدي. يعني ممكن نروح على أنه ما يصوتوا المغتربين، ممكن نروح أنه يصوتوا لل6. هذا يطبق؟ هلا هو يعني وقت اللي نحط أصلا نحط لحتى لا يطبق. ليه؟ لأنه قالوا بنحط هلأ 6
بيصير عدد أعضاء مجلس النواب 134، وفي دورة الانتخاب التي تلي منشيل الستة. طيب ليش من الأول شلت الستة؟ لأنه عارفين أنه لتشيلي 6 مقاعد، يعني هلأ نحن إذا طبقنا بنروح على 134، بنيجي بال 2030 بدنا نشيل 6 نواب، من وين بدك تشيليهم؟ هون الفكرة. فبالتالي بفرجيك انه اللي عملها لحتى لا يطبق. طيب ما اذا انتم قادرين تاخذوا، كنتوا من الاول قلتوا بدل عدد مجلس النواب 128 بنخصص 6 للاغتراب، والله بنشيل الماروني من هون، السني من هون، الدرزي من هون، الشيعي من هون، الكاثوليكي من هون، والارثوذكسي من هون. فبالتالي بعدين كيف الحملة بتدار بالخارج، كيف بده يعني في عدة أمور غير قابلة للتحقق. وبالتالي أنا برأيي من لما نحط هذا النص بالقانون تبع ال 44 على 2017 نحط حتى لا يطبق. وبالتالي إحنا اليوم صرنا قدام ساعة الحقيقة. يمكن الإصرار على اقتراع 6 يعني عمل عبثي، أو يمكن يوصلوا لمحل إنه لا 6 ولا 128 اللي بده بينزل، مثل ما صار بال 2009 وقتها اجوا بالطيارات واجا وقتها 30,000 واحد اقترعوا. يمكن ما غيروا شيء، بس هلا يمكن يجي اكثر. انتبه، يمكن يجي اكثر، لانه اللبنانيين اللي برا مثل ما قلت لك الناخبين اللبنانيين الموجودين برا هن مليون، فافترض يمكن يجي منهم 200,000 أو 300,000. وبالتالي يعني ممكن يكون هذا الحل اللي ويغير معادلات، خصوصا بدوائر الحاصل الانتخابي فيها قليل جدا 5000، أو كان في فوارق بين اللوائح 1000 أو 2000 صوت، ممكن يغير نتائج كبيرة. ونحن عملنا دراسة بالدورية للمعلومات، أخذنا نتائج 2022، شلنا أعداد غير المقيمين ورجعنا عملنا حاصل انتخابي جديد ورويح شو جابت حواصل وكذا، بتتغير النتيجة ب 12 مقعد. فبالتالي تأثيرها كان ب 12 مقعد غير المقيمين. فما بالك هلا إذا اقترع مرة الماضية اقترع 141,000، المرة إذا أنا بتقديري إذا أعطوا لغير المقيمين الحق يمكن يتسجل 500,000 ويقترع منهم 300,000 أو 400. ليش؟ مرة الماضية لوضح للمشاهدين القانون بيقول انه كل محل بيتسجل فيه 200 ناخب نعمل مركز اقتراع. فمثلا انت تسجلتي ما طلع 200، لغوا المركز، بطلت تروحي تنتخبي لانه انت تسجلتي بمركز قريب لمكان سكنت برا. فوقت لغوا المركز ما رحتي انتخبتي، وعشان هيك نزل عدد المسجلين، لانه تسجل حكما هو كان بده ينتخب من صح. 225 ل 141,000. هالمره اذا تسجل 500 معناته رح يكون في مراكز اكثر ورح يقترع 300 او 400، وحكما سيغير كثيرا في المشهد السياسي، خصوصا انه اللي راحوا بالسنوات الماضية عندهم خيارات مختلفة، يعني هربوا، يعني هن نائمين على كل هالطبقة السياسية من الشرق ومن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، اللي ما عملت شيء لهالبلد إلا مزيد من الانهيار والتراجع والتقهقر. متبلشة من موضوع الودائع لموضوع الخدمات، من كهرباء ومي لموضوع النقل اللي كنا عم نحكي عنه، لموضوع الإدارة والمعاملات الإدارية. يعني أنت بعدك بدولة متخلفة. اليوم كل دول العالم بكبسة زر بتعمل أكبر معاملة، اليوم بعد المعاملة بتمرق من محل لمحل وبتقعد أشهر وكل محل بدك تدفعي فيه. فبالتالي يعني يمكن يكون الاقتراع بالخارج هو اقتراع لمحاسبة هاي الطبقة اللي أخذت البلد إلى ما تحت الصفر. طب الميجا سنتر اليوم خلينا نحن يعني عم نحكي، إذا قلنا التعديل الأساسي هو اللي عم يحكوا فيه هو موضوع اقتراع غير المقيمين. وقلت لك حول خيارات بين أن لا يقترعوا أبدا، أن يقترعوا ل6 أو يقترعوا لل128، وأكدنا على تأثيره. الموضوع الثاني هو موضوع الميجا سنتر والبطاقة الإلكترونية الممغنطة. هلا البطاقة الإلكترونية الممغنطة فات الوقت ما عادش تنعمل لأنه بدها وقت وبدها اعتمادات مالية، وبالتالي بيبقى موضوع الميجا سنتر. طبعا الميجا سنتر ممكن يكون له تأثير إلى حد ما، بحيث أنت الناخب ببطل يروح على مكان قيد وتمارسي عليه ضغط، أو يبطل المرشح ينقله على حسابه لمكان الانتخاب حتى ينتخبه. يعني بتعطي إذا بدك حرية أكبر للناخب. بينعمل ميجا سنتر ببيروت بعد في وقت ينعمل ايه طبيعي، هذا إجراء إداري بينعمل وبصير في تسجيل مسبق. هون الوقت اللي بيكون عندنا نحكي تقنيا شوي، وقت بيكون عندنا بطاقة إلكترونية ممغنطة في ميجا سنتر ما بدي تسجيل مسبق، انت بتروحي بتقترعي هون خلص على السيستم بيسكر، ما عادش فيك تنتخبي ولا بمحل تاني. بس بيوصل للوضع الحالي بما انه ما في بطاقة، في بطاقة هوية. اذا رحتي اقترعتي ببيروت مثلا وانت بعكار او بجنوب، فيك ترجعي تروحي تقترعي بهديك البلدة. لذلك الحل بده يكون في ميجا سنتر وفي تسجيل مسبق، بحيث انت سجلتي انه انت والله نفوسك بالكورة،
سجلت انك بدك تطلعي بمركز الميجا سنتر الموجود بجونية، بنشطب. خلص بتنشطب. اذا رحتي على ضيعتك بيكونوا حاطين قدام اسمك تسجلت الاقتراع في الميجا سنتر في جوني. مراقبة هيدا الشيء مثل رح لك مثل ما قصه المغتربين، اليوم المغتربين وقت بيتسجلوا، هون نقطه لازم نذكرها، انه الاغتراب لازم يتسجلوا قبل 20 تشرين الثاني، يعني بعد قدامنا تقريبا شهرين وكم يوم ليتسجلوا. وبالتالي بس تتسجلي انت بتجي على ضيعتك بتلاقي تسجلت للاقتراع في دبي، في واشنطن، في كذا، ما عادش فيك تقترعي. فاذا الميجا سنتر بعد في وقت لتنعمل، ما فات الوقت ابدا ابدا، لكن بظل غياب البطاقة الإلكترونية الممغنطة لابد من تسجيل مسبق حتى ما يقدر الناخب يقترع مرتين. وهذا بتصور عمل إصلاحي كتير مهم. إذا بطاقة ما في ميجا سنتر بعد فينا نعمل. في الأمر الثالث اللي هو أيضا موضوع نقاش ولكن أقل، هو موضوع الكوتا النسائية. نحن بنعرف اليوم أنه لبنان من أوائل الدول من الخمسينات عطى المرأة حرية الترشح والاقتراع، ولكن حضور المرأة بالحياة السياسية والنيابية لا يزال خجول. نحن عم نحكي عن 8 نساء من أصل 128. ففي اقتراحات لتعديل هالموضوع وأدخال كوتا بحيث أنه يكون في مقاعد محجوزة للمرأة ب20 مقعد أو 26 مقعد موزعين مناصفة إسلام ومسيحية وعدالة على الطوائف. طبعا البعض بينتقد هالأمر أنه أنت عم تعطي مرأة تربح لو في رجال جاب 1000 صوت وهذه المرة جابت 100 لأنه هي طالعة بالكوتا. إيه، ما هو أنت مش عم تخترعي شيء جديد، ما أصلا النظام اللبناني، النظام الانتخابي اللبناني هو قائم على كوتا طوائف. نحن عم نيجي نقول أوكي في كوتا طوائف، حطوا كوتا للنساء، لأنه اليوم وقت بيكون في مرشح عم يطلع ب70 صوت ومرشح تاني خسر لو معه 3000 صوت، ليش؟ لأنه في كوتا طائفية حجزت لهذا معد. فإذا نحن وقت اللي عم نقول في كوتا مش عم نبتدع شغلة جديدة، الكوتا مطبقة بنظامنا على أساس طائفي مش على أساس جندري. هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع اللي هو كمان موضع نقاش هو موضوع الإنفاق الانتخابي والإشراف على العملية الانتخابية. لأنه اليوم نحن عندنا هيئة إشراف على الانتخابات، ولكن مع الأسف هي لزوم ما لا يلزم أو شاهد بما شافش شيء، يعني مثل ما بيقولوا، لأنه كل هالفساد المالي وشراء الأصوات بيطلع آخر شيء ما نعمل ولا إجراء. فبالتالي لابد من إعادة تشكيل الهيئة الإشراف على الانتخابات وأن تكون مستقلة تماما عن وزارة الداخلية، عندها استقلال مالي وإداري. يعني كل شيء من إعداد قوائم الناخبين لتوزيع صناديق الاقتراع لاختيار رؤساء الأقلام للقوى الأمنية اللي بتشرف على العملية، كل هذا يكون تحت إشراف هيدي الهيئة المستقلة للانتخابات لمزيد من الشفافية والحياد. وهذا أمر كتير مهم. وأيضا تحديد سقف يكون مقبول للإنفاق المالي، لأنه وقت أنت تيجي بتقولي بحق لك تصرف كذا مليار، وإذا أنت عندك جمعية صارت 3 سنين عم تقدم مساعدات، يعني معناتها تقديم مساعدات بسنة الانتخابات أو إبان فترة الانتخابات بيكون عمل طبيعي. كمان هذا شراء أصوات بطريقة غير بس ولا ما شفنا حدا تحاسب على هذا. عشان هيك عم أقول لك لابد من تعزيز هيئة الإشراف على الحكومة الجديدة في ثقة فيها إنه ممكن تقدر تعمل كنترول على هذا الموضوع. لا، ما وتكون الرقابة. لا، ما أنا عم أقول لابد من جهاز إداري جديد، إداري ومالي وقضائي جديد يتولى هاي العملية. يعني طيب هلأ الهيئة شو عندها قادرة تراقب المصاريف؟ لا، لأنه ما عندها جهاز. بده يكون في جهاز وتكون بعد هيئة. في وقت نطبق طبعا كل هودي بعد في عنا احنا 8 أشهر، يعني كله بس بعد بده يطلع قرار، بيطلع مرسوم بشكلها. عرفتي شو أنا برأيي بعد الوقت ما فات لكل هودي الحكومة عم تشتغل على هالموضوع. لا، لحد الآن الحكومة وعدت إنه هي تعمل اقتراح أو مشروع قانون لتعديل قانون الانتخاب وتحيله لمجلس النواب. لحد الآن لم يتقدم هذا. 8 أشهر منه وقت عظيم يعني عمل لك، مع انه صار هي كمان هلا 8 اشهر، يعني لازم تعمل شيء. بعد لحد الان مع الاسف ما عملت شيء الحكومه، وهذا واقع النقاش باللجان النيابيه. بس كل هذا لا يعني انه نحن ناخذ هيدي الامور كاسباب للتاجيل. لا، برجع بقول لك التاجيل رح يكون في قوه خارجيه. بس الخارج شو رايه مع التاجيل ولا بده؟ يعني عم نسمع نحن انه لا، الخارج مصر انه يصير الانتخابات بوقتها. لك رح لك اليوم في اراء مختلفه. في حدا بيقول الخارج رح يمارس ضغط انه تصير الانتخابات، حدا بيقول لا، الخارج عم يضغط او بيطلب انه تتمدد. انا برايي يمكن ما بعرف، بالنهايه كله موضوع نقاش وحوار وتقييم. يمكن يكون يشوفوا انه قد يكون في مصلحة بالتأجيل لسنة او سنتين. رح اقول لك ليه. اول مسألة
اليوم حزب الله هو في قمته، يعني حزب الله خلص وصل لهي القمة، وبالتالي اليوم إذا صارت انتخابات هو قد يكون مستفيد أقله بالشارع الشيعي، فتأجيلها لسنة أو سنتين قد يتراجع. هيدي نقطة. النقطة الثانية أيضا دور أمل قد يتراجع، خصوصا دور الرئيس بري. النقطة الثالثة التغييريين اللي هن موجودين وفازوا ب 12 مقعد كمان حظوظهم بالعودة قد تكون قليلة. والنقطة الرابعة هي أنه هذه الحكومة مطلوب أنه تبقى برئيسها وتركيبتها الحالية، فإذا صار في انتخابات واستقالت الحكومة كما يفرض القانون والدستور ما بنعرف كيف شكل الحكومة الجاية. يعني البعض بيقول هو 4 أسباب كافية لا يكون في. يعني اليوم حزب الله وحركة أمل الثنائي هن أكثر ناس مستفيدين من إنه تحصل انتخابات بوقتها. لأنه أنا برأيي ومتابع بدقة الحرب وما يجري الآن هو لصالحهم. حتى يعني الأطراف المعادية لهم وقت اللي عم تنتقدهم عم تشد العصب الشيعي أكثر وأكثر. فأنا برأيي كل حدا يعني عم نشغل بهالإطار عم يشدوا العصب أكثر وأكثر، فهن مستفيدين من إجراء هاي الانتخابات. التغييرين هن طبعا متضررين، وبالتالي انا يعني طب القوات اللبنانيين وما متضرره؟ ما متضرره لا، لانه هن قادرين يحافظوا على واقعهم اللي كان. حيحافظوا ولا ممكن تكبر اكثر؟ ما انا برجع بقول لك يمكن يكون حسب الاستطلاعات، حسب ما في بكير بعد بس على الاقل انه بالنهايه صندوق الاقتراع اللي بتقرر، فلذلك يمكن يكون بس هن مرتاحين على وضعهم اليوم. هول الاسباب الاربعه ممكن يكونوا دوافع او اسباب كافيه للتاجيل. بكل الحالات هلا انا بقول اذا الانتخابات بعد شهر اكيد في انتخابات بالوضع الحالي. اذا صارت الانتخابات بعد شهر اكيد في انتخابات. بس اذا بتقولي لي نحن عم نحكي عن موعد قد يكون في بدايه ايار، لانه ولايه المجلس الحالي بتخلص ب 21 ايار ال 26، فنحن ممكن نعملها باوائل ايار. فنحن اذا قدامنا بعد مسافه من الوقت، ما بتعرفي شو بيصير بلبنان بموضوع السلاح، بموضوع الحرب الاسرائيليه، بموضوع ممكن تتغير المعادلات، ممكن تتغير كثير اشياء. فبالتالي ما فينا نقول ما في، اللي بيقول ما في انتخابات بيكون عم يضرب بالرمل. القانون بيقول في انتخابات، اذا خلينا نمشي على انتخابات، شو بيصير بعدين كل حادث له حديث. طب وفقا لاستطلاعات الرأي اللي بتعملوها بالشركه حضرتكم، شو اليوم العالم شو بدها؟ هل عندها ثقة بالحكومة الجديدة؟ بعد الحقيقة ما عندنا استطلاعات رأي هلا بموضوع الانتخابات، لأنه من المبكر مثل ما بقول لك بكير بعد. حتى الناس بتقول لك يمكن إذا بتسأل الناس بتقول لك ما بدي أروح انتخب أو لم أحدد بعد، وبالتالي بيكون النتيجة. طب برأيهم بالحكومة بالإصلاحات لا طبعا بالوضع الحالي؟ رح لك شغلة، اليوم الناس بيعتبروا إنه في شيء تحقق بس لم يستكمل. يعني أوكي كانت البلد بحالة انهيار، صار في بداية سلطة عم تتكون، بس لحد الآن إذا منقيم يعني 200 يوم على نيل الحكومة الثقة ومباشرة العمل، بنشوف بعدها الإنجازات قليلة، بنشوف الأداء بعده هو ذاته. يعني مثلا نحن تنقول بالتعيينات الإدارية بنشوف في محاصصة طائفية وسياسية. الحكومة والعهد قالوا بدنا نعتمد الجدارة والكفاءة والمداورة، لا لم يتم أبدا. بعد المناصب للسني للشيعي للماروني، وفي محاصصة طائفية وسياسية. جينا عملنا التشكيلات القضائية كمان، رعينا فلان وفلان والمناصب. جينا عملنا التشكيلات الدبلوماسية أيضا، بقيت السفارات محجوزة للطوائف. إذن عم نشوف شيء بس منه كبير ومنه تغيير بالأداء. بعدنا نفس الأداء، يعني بعد اللبناني مثلا عم نشكي من موضوع الطوابع ما انحل، بعدنا عم نشكي من موضوع الميكانيك وما يجري في دوائر النافعة من تسجيل سيارات ودفاتر سواقة ما انحل شيء. فبالتالي عم أقول إنه في شيء إصلاحات فعلية بعدنا بكير منا ملموسة وفي شيء. بس الحكومة اليوم بعد معها 8 أشهر إذا قلنا الانتخابات صارت بوقت، يعني أيمتى الحكومة بدها تبادر بدها تعمل حلول؟ عم لك الحكومة ضيعت وقت، لأنه اليوم هي تشكلت ونالت الثقة ب 26 شباط، صار اليوم 200. هلا التركيز بس على قصة السلاح، بهذا عم لك بيسوى الحكومة، بيسوى يعني في رئيس جمهورية ورئيس حكومة يركزوا على الموضوع والجيش، بس بقية الوزراء لازم يعملوا شغلهم. يعني زحمة السير لا، ارتفاع الأسعار لا، المعاملات الإدارية لا. يعني مش كل الدولة هون، يعني في حدا لازم يقوم بشغله، ما حدا عم بيقوم بشغله. المشكلة بلبنان ما في قرار، ما في مسؤول بياخد قرار. أنا دايما بقول بلبنان في 4 ملايين لبناني مقيم، في 4 ملايين مشكلة، بس كل مشكلة إلى حل. مفروض ينوجد مرأة أو رجل بموقع المسؤولية والقرار ياخد قرار، ما حدا عم ياخد قرار. يعني اليوم عم نسمع إسا تنقول مطمر جديدة رح ينتهي بعد شهر،
يعني رح يصير في أزمة نفايات ببيروت. حدا يبلش يقول وجبل لبنان اللي عم ترمي بمطمر جديدة، حدا فكر شو بدنا نعمل؟ لا، ننطر لبعد شهر بعد ما تصير الأزمة بتصير النفايات بنعمل. نعمل طيب نحن اليوم إذا عملنا حلول إذا عملنا بنرقع حلول. يعني. اليوم نحن شفنا إنه في أزمة مي جاي لأنه الدنيا ما شتت، ما عملنا شيء، بنحط دعاية يوفر المي، مش هذا الموضوع. فكان فينا مثلا نشوف في آبار نحفرها في تقنين مختلف، يعني كان فينا نعمل. هلا مش هنعمل سدود، لا، لأنه السدود بدها وقت، بس على الأقل كان فينا نحفر بعض الآبار الارتوازية لتأمين المي. ما عملنا شيء. يعني نحن بنشوف المشكلة واصلة وما بنعمل حل. لا تصير، وبعدين بنصير بدنا نستعجل كيف بدنا نحلها. فلذلك أنا بقول حتى الآن الحكومة لم تحقق ما يصبو إليه اللبنانيين. في شيء تحسن، في شيء تحرك، ولكن بعدنا في أمل، يعني عطت أمل ولكن الأمل وحده لا يكفي. صح. نشرت جريدة الأخبار إحصاءات بتقول إنه حوالي 60% أو أكثر من الشعب اللبناني هو ضد تسليم السلاح. قديش دقيق هذا الإحصاء وهذا الكلام؟ بفضل بعلق على هالموضوع، لأنه لقلك المشكلة مش 60% ضد تسليم السلاح، 60% أو 58% ضد تسليم السلاح دون استراتيجية للأمن الوطني. يعني ما هو يعني ما فينا نقول لا إله، لا، بدنا نكفي الموضوع كله سوا. بالأساس ما بدي أعلق، بس بدي أوضح هذه المسألة، إنه بتقولي له أنت ضد تسليم السلاح من دون ما يكون في حماية وكذا، هوني وخروج الإسرائيلي هوني شيء رأيه، وأنت ضد بالمطلق كمان بيكون رأيه شيء تاني. فاليوم إذا بدك تقولي صار في تحوير للموضوع، وأخذنا الشق الأولاني، بس أكيد أنا برأيي كل اللبنانية هن مع شرعية الدولة وحصرية السلاح بيد الدولة، شرط أن تكون هاي الدولة قادرة على حماية الشعب والناس. أكيد مستحيل يكون في لبناني إنه هو بده يمسك سلاح لأجل يمسك السلاح، لا. أنا برأيي كل اللبنانية هن مع أنه يكون في جيش ويحمي البلد ويكون في حصرية للسلاح. هذا موضوع أنا برأيي لازم يخرج من موضوع النقاش. كل اللبنانية هن مع حصرية السلاح، بس اليوم إذا الجيش مثلا هو منتشر في الجنوب، أوكي، طيب لحد الآن اليوم سمعنا أنه قصفت إسرائيل بوادي الحجير، قتلت شخص وفاتت على حوله وفجرت منزل. هون بيصير في نقاش بالموضوع. فإذا الجيش مفروض أنه ينتشر على الحدود ويتصدى لإسرائيل بكل عمل بدها تقوم فيه، وبالتالي هون بيكون الجيش عم يكرس دوره بحصرية السلاح. يعني بده يثبت الجيش انه هو قادر يحمي. طبعا انه اليوم ما في اتفاقية، طيب والجيش موجود بالجنوب، لماذا يسمح لإسرائيل؟ وانا برجع بقول لك لماذا يسمح لإسرائيل ان تتوغل داخل الاراضي اللي اكيد حولها مش اذا هي اخذه ماضيين على الاتفاق اللي عملوه، في بنت سامح لهم بهذا الشيء؟ لا، مش سامح لهم في ملحق يقال في ملحق. لا، الاتفاقية بتقول إذا إسرائيل قالت إنه في مخزن سلاح وأخبرت القوة الدولية وأخبروا الجيش وما تصرف، ساعتها بنتصرف. بس إني عم يفوتوا يدمروا بيت، عرفتي شو؟ فبالتالي أنا برأيي أمر حصرية السلاح هذا لا نقاش فيه، موضوع محسوم، لكن الجيش عليه أن يثبت أنه هو واقف. وأنا برجع بقول لك لو الجيش تصدى للقوة الإسرائيلية اللي فاتت على حولها امبارح كان تغير المشهد كله سوا. بفرجي أنه هذا الجيش قادر أنه، وبرجع بقول لك الجيش تعزيز الجيش وتسليح الجيش هذا كلام عام. الجيش هو موقف وقرار، فبالتالي الجيش بس ياخد قرار ما بده شيء. كان يعني وقوفه ضد إسرائيل هذا لوحده سلاح إذا بدك، من دون، لأنه أكيد الجيش مش حتسلحيه، يعني ما راح يكون عنده طيارات وقاذفات يحارب إسرائيل، لا. هذا يعني خلينا نكون كمان موضوعيين وعلميين، لا. بس الجيش عنده القرار وعنده الشرعية، فالجيش بس ياخد قرار لازم يفرضه وينفذه، هون بيكسب الثقة. لذلك مثلا لا بدي أقول لك شغلة، إنه وقت اللي صارت بالماضي الاشتباكات بطرابلس، الجيش واقف هن عم يقوصوا بعضهم لانه ما في قرار. بس الجيش وقت اللي بياخد قراره لوحده هذا بيوقف كل شيء. بس هو مش مفروض نوثق بالجيش وبعد يعني اكيد عندنا خيارات غير انه نوثق بالجيش؟ ما فيش خيار. والجيش كمان لازم يترجم هيدي الثقة بمزيد من الاداء على الارض. فاذا ناخذ الشيعة اليوم حصرا، اليوم الشيعة
هن مع تسليم السلاح بشروط معينة ولا هن بالمطلق ضد؟ يعني من خلال الإحصاءات نكون واقعيين، ما حداش مع سلاح بالنهاية، ما حدا بده يهوى الحرب ولا حدا بده يهوى الدمار، وكلنا شفنا شو صار بالجنوب. بس أنا عم أقول بده نشوف شيء على الأرض عم يتحقق. شو بدهم يشوفوا فأنت الشيعة اليوم؟ أنت وقت بتشوفي مثلا هلا إنه وقعنا اتفاق، طيب إسرائيل ما انسحبت وبعدها لحد الآن أكثر من 5000 خرق وحوالي 340 شهيد ودمار مستمر. طيب إنه شو بيبرر؟ أنا عم بسأل شو بيبرر بالنسبة لأي حدا تاني إنه فاتوا اليوم على حولة لا في بيت؟ طب ما أنتوا صاركم إنه هذا نوع، يعني أنا برأيي عدم الإفراج عن الأسرى، استمرار القصف، استمرار احتلال الأراضي والدخول ساعة اللي بدهم. اليوم على حولة، امبارح على عيت الشعب، هيديك اليوم على عيطرون، فبالتالي هيديك اليوم على خيام. شفنا ناطق باسم الجيش الإسرائيلي فات على خيام وحكي. فإذا أنا برأيي بدأ الجيش يفرض نفسه ويقول أنا حامي، مش حدا تاني بيحمي الجنوب وأهل الجنوب لحتى يكرس هذا الأمر. بس اليوم أنا برأيي ما يحصل في الجنوب هو بالعكس عم يعطي ورقة قوية لحزب الله إنه شفتوا نحن ما عم نقود المعركة. شو يعني برأيي هذا اللي عم شوفه بالرأي العام، إنه ما يحصل اليوم في الجنوب هو ورقة قوة بإيد حزب الله، إنه وافقنا على وقف إطلاق النار، عملنا كل شيء، ما صار شيء. لا إسرائيل انسحبت، الاعتداءات بعدها موجودة، الأعمار واقف. وبالتالي أنا برأيي هذا شيء كتير مش منيح للجيش اللبناني وللدولة اللبنانية ككل، لأنه بيكون عم تكرسي أنت دور حزب الله وعم تعطي مصداقية لكل الخطاب اللي عم يقوم فيه. يعني اليوم إذا ضل الوضع هيك من هون للانتخابات، هل حنلاقي خرق بالمقاعد اللي محتكرينها الثنائي؟ هون موضوع مختلف. حلك لي اليوم هونيك عم نحكي بالسياسة، هون بدنا نصير عم نحكي بالأرقام. اليوم مثل ما بتعرفي في 27 مقعد شيعي، 27 مع أمل وحزب الله، وفي مقاعد سنية ومقاعد مسيحية معهم. أنا اليوم بقراءتي من خلال الأرقام لحتى حدا يربح على حزب الله بده يكون قوة منظمة مثله، وعلى الساحة اللبنانية ما في قوة منظمة مثله إلا القوات اللبنانية. يعني تيار المستقبل هو قوة بس بطل موجود. المستقلين منهم قوة منظمة موحدة. الحزب الاشتراكي منه منتشر بالأماكن اللي فيها حزب الله. لذلك أنا برأيي طبعا البعض بيحكي عن حدوث خرق للمقاعد الشيعية ب9 مقاعد. أنا برأيي لا، في 3 مقاعد هي الممكن، لأنه القوات اللبنانية أي دواير في 3 مقاعد أساسية ممكن يحصل فيها خرق للمقاعد الشيعية، بس بنكون عم نخسر مقعد ماروني. الدائرة هي بعلبك الهرمل. اليوم القوات اللبنانية عندهم حاصل 17,000 صوت، الحواصل اللي جابوها مرشحي أمل وحزب الله هي 20,000 و19,000 باستثناء جميل السيد اللي جاب 11,000. فاليوم أي مرشح شيعي عنده حيثية ودعموه القوات اللبنانية بيربح. بس هل أصوات 17,000 حتتحول لهذا المرشح؟ هذا قرار، ما عمل لك هذا قرار بتاخده القوات اللبنانية، إنه نحن بدنا نخسر شيعي نخسر ماروني ندعم شيعي. فأي مرشح شيعي اليوم عنده حيثية 2500 3000 صوت معناتها حصل على أصوات القوات بيفوز بالمقعد الشيعي بعلبك، أحد المقاعد الشيعية بعلبك الهرمل، لأنه هناك في 6 مقاعد شيعية. المحل الثاني هو بعبنا، لأنه اليوم أمل وحزب الله عندهم 20,000 صوت، فإذا توزعوا 10 ب10 القوات اللبنانية عندها 14,000. فإذا وجهت أصواتها لمرشح شيعي ب 14,000 صوت بيربح هذا الشيعي. والمحل الثالث اللي هو كسروان جبيل، لأنه كسروان جبيل حاصل حزب الله هو 11,000 صوت تقريبا، القوات عندهم 15,000 صوت. فهودي إذا بدك الدوائر الثلاثة. الحديث عن بيروت لا استبعد، لأنه ما في قوة. الحديث عن الجنوب الثالثي، بعض الأصدقاء بيقول لي لا قادرين نعمل فرق بالجنوب الثالثي مع فلان وفلان مع الاغتراب. أوكي، ما هو أنا بلشت الحديث إنه الاغتراب مؤثر ما يكون. فأنا برأيي هودي 3 دوائر هن اللي ممكن يحدث فيها خرق ب3 مقاعد شيعية إذا من قبل القوات تحديدا، لأنه يعني ما في كل المستقلين بده ينزل لوحده، لأنه ما في حد ما عمل لك، ما في المستقلين منهم قوة موحدة، التغييرين منهم قوة موحدة. القوة الأساسية اللي هي منظمة مثل حزب الله هي القوات اللبنانية. طب اليوم ما في شخصية العالم بتلاقيها مصدر ثقة خارج الثنائي الشيعي كشخص شيعي معتدل؟ لا، ما هو رجعنا لك شو المشكلة، إنه هذا الاصطفاف الطائفي كان قوي وبالحرب زاد، وكل تداعيات ما بعد الحرب عم تزيد، وبالتالي يمكن أنت كنت تلاقي قسم معه وقسم ضد. الحرب وحدت الشيعة
وما يحصل في مرحلة ما بعد الحرب كمان زادت هذه المسألة، لأنه برجع بقول لك ما في يعني ما عم توجدي بديل. فما نروح لمحلات تانية. أنا برأيي هودي 3 مقاعد، وعم بحكي هلأ رأيي أنا على الإعلام ومسؤول عنه، لأنه هاي الأرقام هيك بتقول. هلأ في حدا بيقول لك ب9 مقاعد ممكن بزحلة، لا بزحلة حزب الله لوحده من دون شيء عنده حاصل وشيء 17,000 صوت. يعني بالبقاع الغربي ما في قوة تواجه حزب الله، وهو هونيك المقعد لحركة أمل. ببيروت الثانية كمان ما في قوة أبدا، حزب الله وحركة أمل 30 أو 32 ألف صوت، يعني ما في قوة تواجههم. بس اليوم إذا ما عمل لائحة بضم السنة اللي اليوم ما بنعرف أصلا هن يعني مين كامش الشارع السني، ولا بدنا نحكي شوي بالموضوع بيروت اليوم لمين؟ ما هو هذا اللي أنا بدي. طبعا أنا برجع إذا بدنا نحكي هلأ خلصنا من الاغتراب، إذا بدنا نحكي بالواقع الانتخابي في عدة أسئلة بتحدد أو بتحسم كتير بالنتائج. أول شيء، هل التيار الوطني وحزب الله حلفاء بهاي الانتخابات إيه أو لا؟ هل هن حلفاء؟ ما بعرف، أعمل لك، لأنه هذا اليوم التيار الوطني بحد ذاته هو في كتير أشخاص فلوا مش مهم، بعرف أنا مين فلوا مين بيه، بس أنا عم بحكي بالتحالف الكبير. السؤال الأول، هل التيار الوطني الحر وحزب الله هن حلفاء؟ إذا كانوا إيه في نتيجة، إذا لا في نتيجة تانية. وهذا وين بينعكس مثل ما قلنا ببعلبك الهرمل، بينعكس بزحلة، بينعكس بالبقاع الغربي وراشية، بينعكس ببعبدة، بينعكس ببيروت الثانية، وبينعكس بصيدا جزين، وبينعكس بكسروان جبيل. فهون أنا ما بعرف كيف الشكل. هذا أول سؤال. السؤال الأكيد أنه عن حكى أنه القوات اللبنانية والحزب التقدم الاشتراكي متحالفين، صح. السؤال الثاني، تيار المستقبل سيعود إلى العمل السياسي أو لا؟ إذا رجع وين وكيف وبأي صيغة؟ إذا ما رجع مين هن المرشحين؟ في مرشحين كتار، وأنا برأيي ما راح يكون في يعني ما راح يكون في بديل على مستوى لبنان. لا، ببيروت حيكون في بدائل، بصيدا حيكون في بدائل، بالمنيا الضمنية في بدائل، بعكار في بدائل، بالبقاع في الغربي في بدائل. هذا بقى لتوزع الأصوات. أيوة، يعني بيصير في مرجعيات سنية. فعشان هيك ببيروت الثانية عم نحكي إنه قوة أمل وحزب الله 32 ألف صوت، ما في حدا شخص أو جهة هلا عندها هاي القوة تواجه. فلذلك بيروت الثانية خلاف ما يقال، بشوف برجع بقول صندوق الاقتراع هي اللي بتحسم، بس بقراءة أولية هيدا الواقع. فهذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، إذا بدك مثل ما قلنا في اغتراب أو ما في اغتراب، هودي هن اللي بيحددوا ملامح الانتخابات القادمة. يعني فينا نقول شو عنوان الانتخابات اللي جاي إذا نعطيها اسم؟ هي انتخابات مصيرية، وعلينا الانتظار ليصير في تغييرات لوقت الانتخابات. لا شوف كل هودي العوامل أنا ما بنعرف كيف بدها تنحسم. في اغتراب ولا ما في ميجا سنتر ولا ما في، كيف ايمتى المفروض هودي ينحسموا؟ يعني بعد كم شهر لحتى هلا فينا بعمل لك موضوع التسجيل غير المقيمين لازم يكون خلص، يبلش من هلا ل 20 تشرين الثاني، هذا لازم ينحسن. فينا نبقى نحكي بهالامور لاخر السنه. يعني فينا نحكي بإمكان تعديل هاي أو غيرها لآخر السنة. يعني لأول السنة لازم يكون بيان معنا، لازم يكون بقانون الثاني كل هاي الأمور اللي نحن عم نحكي فيها صارت. المال الانتخابي اليوم بغير شيء طبيعي. رح لك شغله، اليوم تاريخيا المال الانتخابي مؤثر، لكن مع الأزمة الاقتصادية والوضع اللبناني وانهيار كل القيم والمعايير السياسية صار المال هو عامل أساسي. يعني بالماضي كنت تلاقي واحد يروح ينتخب، هلأ لا، بقبض بروح، ما بقبض ما بروح. فصار شراء الأصوات مع الأسف مش على، يمكن كان أنا برأيي يمكن كان 5% أو 10% شراء أصوات، اليوم بسهولة 30% شراء أصوات. زاد المال الانتخابي تأثير نتيجة الانحلال السياسي الموجود والحاجة المالية اللي عم يعيش فيها الوضع الاقتصادي صار عامل. بس أوقات المال يعني مثلا في واحد يروح يقبض بس ما يروح ينتخب. لا، ما رح لك شغله، هلا في آليات. يعني مثلا لا مش عم نعلم الناس على الرشوة، لا، بس انه اول شيء في وعود، في مبلغ بتاخده هلا ومبلغ بعد الانتخابات، اذا انا خسرت ما بتقبضه. عرفتي شو يعني؟ اذا متفقين والله على الصوت $200 بتقبض $50 او بتقبض $100 وال100 الثاني بعدين. فبتصير انت لك مصلحة لتحصل على 100 الثاني.
عرفتي شو يعني؟ فمش انه واحد بيقبض وما بيروح، لا، في ماكينات انتخابيه منظمه بتجيب الناس، بتاخذ الهويه، ما بتعطيهم اياها الا الصبح يوم الانتخاب لحتى ما يكون عطى الهويه لحدا تاني. ما انت وقت اللي بدك تبيعي صوتك بده يحجزوا الهويه، بيعطوك اياها يوم الانتخاب. فاذا انا حاجز لك هويتك ما راح تروحي تبيعيها لحدا تاني الصبح، لانه خلص وحيفوت مع المندوبين على قلم الاقتراع. يعني موضوع شراء الاصوات عمليه معقده وحنشهدها السنة يعني اكثر من سنه بشكل مع مكثف. الاسف اكثر من سنه الماضيه. حزب الله بحاجة لمال انتخابي ولا لا، رح لك عنده شغله، حالة خاصة؟ حزب الله لانه موجود على مدار السنه عم يوزع مساعدات، فبالتالي ما عنده مشكل بهالموضوع، مش محتاج ليدفع يوم الانتخابات بالذات. يعني وشد العصب مش قوي طبعا، يعني يعني شد العصب كثير ما قوي. بحاجة انه يدفع ولا بحاجة انه يبلش بإعادة الأعمار. لا بالعكس، انا برايي عدم اعاده الاعمار انه هو كمان اداه انه نحن بدنا حزب الله لنعمر، لانه الدوله اذا بقيت متخليه عن دورها هلا ما عم تقول لحزب الله تعال انت اذا نحن اليوم قبل الانتخابات لحتى نحط سيناريو تاني، اليوم قبل الانتخابات بلشت الدوله تعمل اصلاحات وبلش ينحكى بموضوع الاعمار والموضوع السلاحي ينحصل بطريقه منظمه. في وضع مختلف طبعا. اذا بلشت الدوله اذا الدوله اسا قالت انا بدي، شو بكون دور حزب الله؟ يعني شو بكون تمثيل حزب الله؟ ما بعرف، هلا بضل قوي، ما راح يتغير شيء بهالست 7 اشهر، بس انه ايه بتعملي ديناميه جديده بس ما بتقلب المشهد. عرفتي؟ بدك تشوف بلش تدفعي مثلا اليوم نحن بدنا 8 مليار دولار لاعاده الاعمار، بلشنا؟ لا. فلذلك انا برايي انه الدولة بدها تاخذ المبادرة بالأعمار وبالأمن وبالجيش وبحماية الحدود لحتى نشوف تبديل. بس لحد الآن برجع بقول لك الدولة متخلية عن كل مسؤولياتها ودورها اللي يفترض انه تقوم فيه. حضرتك كمان خبير اقتصادي. لا انا بحكي بالارقام، ماني خبير بشيء. لا قيل انه بده يتم رهن 10% من الذهب الموجود بالخزينه اللبنانيه لحتى يتم تغطيه او اعاده اموال المودعين. بالارقام ليك موضوع اموال المودعين موجوده، الدوله ما فلست، بس مع الاسف من لما حصل الانهيار المالي ما حدا اخذ قرار ولا طلع قانون، بل بالعكس كان كل الاجراءات اللي عملها رياض سلامه هي لتبديد ما تبقى. يعني اول شيء وقت اللي بلش الانهيار ما كان لازم تنهار الليره، لانه كان مصرف لبنان بعد معه 37 مليار دولار وكل الكتله النقديه الموجوده هي 11 مليار. ليش انهارت؟ لانه في اراده متعمده. يعني تصوري انه لو اجى رياض سياسي كمان، في عدة أسباب. يعني اليوم أنت معك 37 مليار مش لإلك للناس، والكتلة النقدية بالليرة هي توازي 11 مليار دولار. يعني كان بيقدر رياض سلامة يدفع 11 مليار ويبطل حدا معه ليرة بالسوق. يعني بيضبطها مش على 1005 على 1000 إذا بده، إنه خلص نحن أخذنا كل الليرات، أنت بدك ليرة، مش بقول له خذ هاي 1005 واعطيني هيدي دولار واعطيني 1500 ليرة. شو عمل رياض سلامة؟ قال ما خدوا صار الدولار ب 3900، اللي بده دولار اعطوه 3900 مش 1005. صار يطبع بهالعمله. الودائع أو عفوا القروض، بفهم انه انت وانا والناس الفقراء مثلنا اخذين قرض ب10 وب20 الف دولار ما قادرين يسددوه، لازم يسددوه على 1005. بس في متمولين كبار اخذين مئات ملايين الدولارات راحوا سددوه على 1005. كمان هون بدد الودائع. اجى على الدعم كمان بدد 7-8 مليار دولار. يعني تسديد الودائع على 1005 وهودي قادرين يرجعوا يردون. اللي سدد على 1005 واخذ قرض 100 مليون دولار لازم يرجع يردوا دولار مثل ما هو. اللي استفادوا من صيرفة، اللي استفادوا من اموال الدعم، كل هيدي اموال المودعين، وبالتالي قادرين نرجع نردها. يعني تصوري صيرفة، شو النكتة انك انت بتروحي بتعملي صيرفة ب100 بيطلع لك 100 دولار، غيرك يجيب مليارات يعمل صيرفة يطلع له كل شهر 7-8 آلاف دولار. صيرفة عملت ارباح بحدود 4 مليار دولار. هودي هن اموال المودعين. فبالتالي انا عم اقول ماننا مضيعين وين راحت اموال الناس، معروفة بيكون في قرار من ردة. وبكل الحالات قبل ما نوصل لرهن الذهب الدولة عندها موجودات، عندها الطرق، عندها الكهرباء، عندها الهاتف، تعطيك أسهم فيها. وبالتالي برجع بقول أموال المودعين اللي صارت هلأ بالدولار بحدود 80 مليار قادرين يردوها إذا في قرار، الدولة تاخد قرار وتبلش ترد ما نهب. يعني اللي سدد على 1005 وقرضه 100 مليون يردون دولار مش لبناني. اللي استفاد من الدعم قابلين للتطبيق.
معناتها هو اذا فيش الحلول؟ ما فيش معناتها ما بترد، ايه لازم يتطبقوا. اذا في، انا ليش عم اقول لك اذا في عقليه جديده وذهنيه جديده واراده جديده، ما معروف وين راحوا المصاري. يعني مش المصاري هيك واللي تهربت للخارج كل، حتى هودي اللي عملوا هيك ظهرون لبرا. فالفكره انه ما في شيء ضايع بلبنان. ما بدنا نحكي يعني الفكره انه الحلول بسيطه، لبنان بلد صغير والحلول بسيطه. نحن بقينا لحد هلا عم نحكي عن قانون الكابيتال كنترول اللي ما تطبق، وهو فعليا على الارض كان وهو هذا بده كلمه وحده انا دائما بحكيها. بسنه ال67 وقت اللي صارت الحرب الاسرائيليه العربيه ودمرت اسرائيل الطيارات المصريه، بنهار واحد يومتها المسؤولين استشعروا انه ممكن يكون في تحديات اقتصاديه بالمنطقه. بنهار واحد، نهار ثاني بتصور، اجتمعت الحكومه الساعه 12 الظهر، طلبت صلاحيات استثنائية من مجلس النواب بالمجال المالي والتشريع والاقتصادي. اجتمع مجلس النواب الساعة 4:30، أعطاها الصلاحيات، طلع المرسوم الاشتراعي رقم 1 بمنع التحويلات للخارج، ضبط البلد، ومنع السحوبات. التجار اللي كانوا يحولوا بيضلوا يحولوا، بدك تسحبي بيطلع لك يمكن 1000 ليرة بالجمعة، بس ضبطوا البلد بنهار واحد. نحن اليوم بعد مرور نحو 5 سنوات ما طلع عنا قانون. فأنا عم أقول إنه إيه، وقت اللي بيكون في إرادة وفي قرار. سؤال اخير، ليش ما في اراده؟ لانه ما في رجال دوله بكل بساطه. في عنا ناس لا يليقون بهاي الدوله مع الاسف. وبالتالي مشان هيك الانتخابات لازم تكون فرصه لتغيير كل هذا الطقم السياسي، مثل ما عم لك اللي وصلنا لكل هاي المآسي الاقتصاديه والاجتماعيه والماليه اللي عم نعاني منها. لو ليش انا حطيتك بال67 كان في رشيد كرامه، كان في شارل الحلو، كان في حكومه، كان في صبري حمادي، كان في رجال دوله حريصين على سمعتهم وعلى دورهم وعلى مصداقيتهم. لا، ما حدا حريص لا على سمعته ولا على مصداقيته. فليش بال67 بنهار واحد طلع الكابيتال كنترول وهلا ب5 سنين ما طلع؟ لانه كان في رجال دولة عندهم صدقية وعندهم التزام بالناس وعندهم قرارات. اليوم الانتخابات إن شاء الله تكون هي مدخل للتغيير. نحن متشكرة أستاذ محمد، وإن شاء الله بنشوفك بحلقة جاية أكيد، لأنه لا يمل من الحديث معك. شكرا. ميرسي.